اعتقد ان اكتر جمله ممكن تسمعها في رحلتك في كمال الاجسام هي جمله نو بين نو جين او جو هارد اور جو هوم، او فيما معناهم باختصار ان انت لازم تجيب اخرك دايما عشان توصل للهدف وشكل الجسم اللي انت عايزه. وانا بصراحه انا شايف ان ده شيء منطقي شويه، ان انت عشان توصل للهدف اللي انت عايزه محتاج ان انت تزق نفسك اكتر، خصوصا لو انت شخص مش مبتدئ. لكن الفكر ده ممكن ما يكونش اصح حاجه لو انت مش عارف امتى تاخد خطوه ورا عشان تطلع خطوتين لقدام. والخطوه اللي ورا دي المعروفه بالديلود، والديلود ده او الخطوه اللي ورا دي هي اللي هتديك الطاقه ان انت تزق الخطوتين لقدام. وبالتالي الديلود ما هو الا الشرح المبسط اللي احنا لسه قايلينه ده، هو ان انت ما بتقضيش ايام التمرين بتاعتك او حتى اسابيع او حتى شهور اللي انت بتتمرن فيها بمنطق كان يا التمرين. بيجي عليك اوقات تغير في شويه حاجات في التمرين بتاعك بحيث ان التمرين يكون بسيط وخفيف. الديلود هي فتره غالبا بتكون اسبوع، الهدف منها هو انه بيقلل التعب اللي تراكم خلال الاسابيع اللي فاتت عشان يخلي الاسابيع اللي جايه فيها تطور وتقدم احسن. يعني حاجه زي الفاصل كده. نبسط الموضوع اكتر في نموذج اسمه الفتنس فاتيج موديل، او التعب والهدف اللي انت عايز توصل له خلال رحلتك في كمال الاجسام او في اي رياضه عموما. الفتنس هو الهدف اللي انت كل مره بتتمرن فيها بتنميه، سواء كان هدفك ده القوه او بناء العضلات او ايا كان الهدف ده. والفاتيج هو التعب اللي بيتراكم من ضغوطات التمرين اللي بتتكرر كل مره. والتعب ده ليه علاقه عكسيه مع ادائك في التمرين في ايا كان الرياضه اللي انت بتلعبها. كل ما زاد التعب كل ما هيقلل من ادائك في التمرين، كل ما هتحتاج كل فتره ان انت تقلل من التعب ده. عشان كده في مراحل معينه من التمرين بيكون لازم فيها تقلل من التعب ده عشان تقدر ان انت تتطور وتوصل للهدف بتاعك بشكل احسن واسرع. وده غالبا لان معظم الناس اللي التقدم بتاعهم بيقف او بيبلاتو زي ما بيقولوا، مهما كانوا واخدين بالهم من اكلهم ونومهم وكل حاجه ممكن تخليهم يوصلوا لهدفهم بشكل اسرع، بيبقوا محتاجين حاجه زي اسبوع الديلود تقلل من التعب المتراكم من كذا اسبوع عدى اثر على ادائهم وتطورهم، واللي غالبا بعد اسبوع الديلود ده بيرجع ادائهم اعلى وتطورهم بيكون اسرع لهدف. حتى لو جيت وقلت يا عم فتره تمرين خفيفه ايه، انا مش حاسس بتعب وماشي زي الفل، مش محتاج ان انا اخفف من التمرين بتاعي. فانا نسيت اقول لك ان انت ممكن تحس ان انت مش تعبان وفي نفس الوقت تخش تتمرن ويجي لك مثلا اصابه في كوعك مهما كنت بتتمرن كويس ومتقن التمرين 100%. لان الديلود مش بس بيقلل من التعب المتراكم اللي بيحصل من اسابيع فاتت، بل برضه بيقلل من الاستريس او الضغط اللي بيبقى موجود على المفاصل، وبالتالي بيعمل استشفاء للمفاصل، وكمان بيعمل استشفاء للقوه الذهنيه نفسها او ذهنك نفسه بيعمل له استشفاء. لان انت بعد فتره صعبه من التمرين مثلا اسبوع كان معظم التمارين بتوصل فيها للفشل العضلي او ايا كان، تحتاج ان انت تهدي شويه حتى من الناحيه الذهنيه. فبالتالي الديلود برضه بيوفر الميزه دي. فانت يعتبر عندك 3 مزايا دلوقتي للديلود، سواء التعب اللي متراكم اللي ممكن يأثر على ادائك وتطورك، او حتى اللي يقلل من الاستريس او بيسرع من الاستشفاء للمفاصل بشكل عام، وحتى المنتال ريكفري. طيب ازاي اعمل الديلود ده؟ اجابه السؤال ده بتختلف على حسب الفتره اللي انت قضيتها في التمرين او خبرتك في التمرين، من شخص مبتدئ لشخص متوسط لشخص متقدم مثلا. يعني مثلا لو انت شخص مبتدئ بشكل كبير جدا ممكن ما تحتاجش تعمل الديلود ده اصلا، لان التعب اللي انت تراكم عليك في المرحله دي عمره ما هيكون الدرجه اللي توقف تقدمك. في نفس الوقت انت ممكن تعمل نتائج وعضلات كويسه جدا بمجرد التركيز في الاداء وزياده الوزن واحده واحده بمرور الوقت. وحتى الحجم في المرحله دي او حجم التدريب في المرحله دي شخص مبتدئ ما بيكونش كبير جدا، وبالتالي الديلود هنا ما بيكونش احسن حاجه او ما بيكونش ليه لازمه قوي. وده على عكس لو انت شخص من متوسط لمتقدم، صعوبه التمرين نفسه بتزيد سواء من اتقانك لشده التمرين او من حجم التمرين بتاعك العالي وايام التمرين بتاعتك اللي بتزيد عن ما كنت مبتدئ. فبالتالي الديلود بيكون لازم يكون من ضمن خطه التمرين بتاعتك. طيب زي ما قلنا الديلود ده اسبوع، غالبا بيكون اسبوع، معرفش ممكن الناس تعمله فتره اطول على حسب، بس الغالب ان هو بيكون اسبوع. اللي بيحصل فيه ان انت بتاخد عدد المجموعات بتاعه التمارين بتاعتك وتشيل منه مجموعه او مجموعتين. يعني مثلا لو انت بتتمرن تمرين معين مثلا البنش بريس 4 مجموعات بتخليهم 3، بتتمرن مثلا تمرين تاني 3 مجموعات بتخليهم 2. يعني لو 4 تمارين تحت بعض، اول تمرين 4، تاني تمرين 4، التالت والرابع 3، بيبقى اول والتاني 3 والتالت والرابع 2. يعني تقريبا انت شلت مجموعه من كل تمرين. اما بالنسبه للوزن فانت ممكن تختار وزن اخف من اللي انت بتلعب بيه. يعني انت مثلا بتلعب 20 كيلو بتجيب بيهم 10 عدات، ممكن تخلي ال 20 كيلو دول 10 كيلو او حتى 15 كيلو، بحيث تخفيف الوزن ده خلاك بعيد عن الفشل العضلي بشكل اكبر. في ناس بتقترح ان انت تشيل مجموعات وتشيل عدات بس ما تشيلش وزن، بمعنى ان انت لو بتلعب تمرين 3 مجموعات في 10 عدات ب 20 كيلو تخليه مجموعتين في 8 عدات بنفس ال 20 كيلو. العدتين الزياده اللي انت شلتهم دول خلوك ابعد عن الفشل العضلي برضه، وفي نفس الوقت برضه انت شلت مجموعه لكن حافظت على الوزن. ممكن برضه بدل ما تتعب نفسك بالتفكير في حته الارقام والشده او الفشل العضلي او ايا كان،
ممكن تفكر في الاسبوع ده بان انت بتشيل مجموعتين من معظم التمارين بتاعتك وبتستخدم فيه اوزان خفيفه لمده اسبوع وخلاص، وغالبا ده برضه هيؤدي نفس الغرض. طيب اعمل الديلود ده كل قد ايه؟ في ناس بتشغل الديلود ده على حسب احساسها هي، يعني مثلا خلصت ميزو سايكل 4 او 6 اسابيع او ايا كان، ممكن تقول لا انا مش تعبانه، انا ممكن اخش الميزو سايكل الجايه او الاربع او 6 اسابيع الجايين من غير ما اخد ديلود. وده فكره او دي طريقه ناس ممكن تستخدمها. وفي ناس بتحسبه في خطه التمرين بتاعها وخطه البرنامج بتاعها، يعني مثلا يقول لك كل 4 او 6 اسابيع انا هاخد اسبوع ديلود مهما كان اللي حصل في الاربع او 6 اسابيع ده، او مهما كنت انا حاسس بيه. هو حاسبها وهو عارف هياخد ديلود امتى ومش هياخد الديلود ده امتى. في الواقع العملي الناس بتستخدم الفكرتين دول، والفكرتين دول ممكن يشتغلوا بشكل كبير. بس اللي انا شايفه من وجهة نظري ان الخطة المسبقة او فكرة ان انا عارف انا هاخد ديلود امتى في البرنامج بتاعي يعتبر هي الخطه الافضل او الفكره الافضل. لان زي ما قلنا انت ممكن تخش تتمرن وانت حاسس ان انت مش تعبان وتتصاب لا قدر الله. فالفكره هنا ان الديلود اللي انت حاطه في خطه البرنامج بتاعتك مش هيخسرك حاجه، بل بالعكس هيعود عليك بفوائد كتير قوي، سواء المنتال ريكفري، القوه الذهنيه نفسها بتعمل لها ريكفري او تعمل لها استشفاء، واستشفاء المفاصل وتقليل التعب اللي حصل في الاسابيع اللي فاتت. فهو اسبوع مش هيخسرك حاجه، بل بالعكس هيعود عليك بفوائد كتير. غير كده اظن ان الديلود اداه فعاله معظم الناس هتستفيد بيها، وهيلاحظوا مدى التطور ومدى التقدم اللي بيحصل في ادائهم وفي شكل جسمهم مهما كان الهدف بتاعهم بعد اسبوع الديلود ده ما يخلص، وازاي حاجه زي دي اثرت على تقدمهم في التمرين. في حاجتين كمان ممكن نتكلم فيهم، سواء التغذيه او الكارديو بالنسبه لاسبوع الديلود. اللي يفضل في التغذيه ان انت تكون في سعرات الثبات بتاعتك عشان توفر افضل بيئه ان انت تعمل ريكفري. وبالنسبه للكارديو يفضل لو انت بتلعب حاجه زي الهيت كارديو برده تقللها شويه، لان هي بتحط حمل على المفاصل في اسبوع احنا بنحاول نقلل فيه من اي حمل على جسمنا. ممكن الحتتين دول تحطهم في الاعتبار عندك وانت بتصمم اسبوع الديلود بتاعك، او انت بتاخد اسبوع الديلود تعلى باكلك شويه، تحاول تقلل من الكارديو شويه خصوصا لو هو هيت كارديو. في الاول في الاخر الديلود معروف في كل حته او معروف بشكل كبير وبيتطبق بكذا طريقه، ما اظنش ان في طريقه غلط طالما الهدف منها ان هي تحطك في الطريق الصح او ترجعك زي ما قلنا الخطوه لورا عشان تعرف تطلع خطوتين لقدام. بس دي كانت كل حاجه على الديلود. فكره بقى في ايه بقى ان انا بقعد اعيد القفله كتير وانا اصلا جحران. بس دي كانت كل حاجه. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. بيس 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 بيس.